عقدت كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام ديالى بالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب الفكري ندوة علمية حول المحطة الفكرية والتوعوية التي أسسها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الخالدة. الندوة هدفت لبيان أهمية الثورة الحسينية الإصلاحية في توحيد كلمة الحق ضد الظلم والطغاة. نوار البياتي والتقرير الآتي. الإعداد الفكري لنهضة الإمام الحسين عليه السلام منذ واقعة الطفل الأربعين الخالد. تحت هذا العنوان عقدت كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام ديالى وبالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب الفكري والقصر الثقافي في المحافظة ندوة علمية ثقافية للتركيز على المحطات التوعوية والفكرية التي أسسها سيد الشهداء عليه السلام في نهضته الخالدة. الإعداد الفكري لانتقال الإمام الحسين في محطاته صلوات الله وسلامه عليه. أريد أن أعرج عن هذا الحديث سيما نعيش هذه الأيام زيارة الإمام الحسين، زيارة الأربعين اللي هي عبارة عن علامة من علامات الإيمان. حقيقة علينا أن نتأمل بمحطات الإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى قاصدا كربلاء لغرض الإصلاح كما روي في الروايات. هذا الحديث اللي دائما يذكر أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت كليتنا اليوم كلية الإمام الكاظم في ديالى ندوة علمية بعنوان الإعداد الفكري لنهضة عاشوراء بالشراكة مع قصر الثقافة في ديالى ومديرية مكافحة الإرهاب الفكري في مديرية الحشد الشعبي وقسم القانون في كليتنا. حقيقة موضوع الإعداد الفكري من الموضوعات الحيوية والمهمة التي تسهم بصلاح وتنمية الأفراد والمجتمعات. قدمت حقيقة منظورات وقراءات واعية ومهمة. هذه الندوة التي حضرها عدد من الباحثين والشخصيات الدينية قدمت من خلالها عدة محاور أهمها المحور الفكري والعقائدي والديني، وهدفت إلى بيان أهمية الثورة الحسينية الإصلاحية في توحيد كلمة الحق ضد الظلم والطغاة في جميع العالم. واقعا الإعداد الفكري مهم جدا جدا. نحن لا نأخذ ثورة الإمام الحسين بل نهضة الإمام الحسين من خلال الأمور والجوانب التاريخية فحسب، وإنما نقف على كل مناط وكل موقف وكل قصبة وقف بها أبا عبد الله وأعطى درسا فكريا. الدرس الفكري مهم. هذا الدرس الفكري من شأنه أن ينمي وأن نبحث من خلاله دروسا كثيرة تقوم من خلالها بإعداد جيلا. هذا الجيل ليسهم في مساعدة وعمل ثورة الإمام الحسين عليه السلام الفكرية. ناقشنا العديد من القضايا في الثورة الحسينية وما لها من أثر كبير، لذلك خرجت الندوة بمضامين وتوصيات مهمة، ألا وهي أن يكون الإمام الحسين عليه السلام القدوة الصحيحة والأسوة الحسنة، لأن نكون قد سرنا على خطاه وعلى ما قام به قولا وفعلا في حياته. لقناة كربلاء الفضائية نوار البياتي، محافظة ديالى.